اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في جلسه جديده هنتكلم فيها عن مباراه النادي الاهلي قصاد زد واللي كسب فيها نتيجه 1-0 باداء كان كويس في الشوط الاول، وكان اداء كان منخفض شويه في الشوط الثاني، بس الاهلي قدر يحقق المطلوب ويفوز على نادي زد في ثاني مباريات الدوري المصري بشكله الجديد. مع طارق العدل ويلا نخش في التفاصيل. في اول 5 دقايق الاهلي كان شكله كويس في الملعب، وكان في خطوره من عن طريق الجناحين بتوع النادي الاهلي. واول كوره كانت ليها خطوره وشكل هجومي للنادي الاهلي، كانت من الشحات اللي راوغ فيها من على منطقه الجزاء من الجانب الشمال وسدد الكوره اللي كانت تخبط في الدفاع نادي زد. لكن بشكل عام الاهلي كان اول 5 دقايق كان باين قوي ان هو نازل ضاغط وعايز يجيب جول بسرعه في اول الدقائق الاولى عشان يقتل اي فرصه لنادي زد ان هو يشكل عليه خطوره في بدايه المباراه، وده اللي اتحقق في الدقائق اللي بعد كده. في الدقيقة 10 الأهلي يجيب الهدف الأول عن طريق طاهر محمد طاهر اللي بيقدم أداء ولا أروع مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر من أهم لاعيبة النادي الأهلي، واللي أعاد اكتشاف نفسه تاني من وقت ما جه من نادي المقاولين. طاهر محمد قدر إن هو يتخطى كل المشاكل اللي كان بيمر بيها الفترة الأخيرة، وبيقدم أحسن نسخة ليه مع النادي الأهلي. الكورة بدأت من تمريرة من أحمد نبيل كوكا من نص الملعب بالمقاس على رجل طاهر محمد اللي بيرقص فيها لاعب نادي زد، وبيمرر الكورة ناحية اليمين لعمر كمال عبد الواحد، وبيروح في منطقة الجزاء يتمركز صح. عمر كمال عبد الواحد بياخد الكورة ويمررها لطاهر محمد اللي على طول بيكون عارف هو هيعمل ايه في الكورة، ويشوط الكورة على طول في الزاوية الضيقة لعلي لطفي ويجيب الهدف الأول للنادي الأهلي، ويثبت كمان مرة عن مباراة ان هو فعلا بيقدم اداء كويس، وان هو لاعب قدر يتخطى كل المشاكل بتاعته والضغط النفسي اللي كان بيمر بيه، ويقدم لنا احسن نسخة ليه كلاعب. بعد اول ربع ساعه من المباراه الاهلي كان في ميزه يعني ظاهره قوي خلال الشوط الاول، ان هو اول ما الكره بتتقطع منه وتروح لنادي زد كان بيضغط ضغط كبير قوي على لعيبه نادي زد، وبيقدر يستخلص منهم الكره على طول ويرجع الكره ويبدا يصنع الهجمه تاني ويرجع الكره للدفاع ويباصي كتير. لعيبه الاهلي النهارده كانت في الشوط الاول بتقدم اداء ممتاز جدا ومشكله ضغط كبير على نادي زد. نقدر نقول ان مع الدقيقه 20 الاداء بتاع الاهلي كان شويه متراجع. الاهلي كان مسيطر على الكوره لكن سيطره سلبيه، مفيش اي هجمات بتروح على نادي زد، ونادي زد كمان كان متراجع بشكل كبير جدا، وكان قلقان من فكره ان هو يطلع ويقدم دفاعه لقدام، لان الاهلي ده هيقوم مستغل على طول الموضوع وهيشكل ضغط كبير قوي على خط الدفاع. فالمباراه كانت داخله في الدقيقه 20 الاهلي معاه الكوره لكن سيطره سلبيه، بس كانت محافظه له على دفاعه ومحافظه له ان مفيش اي فرص من نادي زد بتتشكل على مرمى الشناوي. مع مرور اول نص ساعه من المباراه شهدت المباراه اخطاء كتير قوي من الفريقين، اللعيبه كانت فيه التحامات قويه جدا بينهم وبين بعض، وده كان مخلي رتم المباراه بطيء نوعا ما ومخلي فيه رتابه كده في اللعب، بس ده كان في صالح النادي الاهلي اللي هو اول ما خلاص بالنسبه له ان المباراه تهدى وهو متقدم 1-0 ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده، وده فعليا كان مريح لعيبه الاهلي ومريح دفاعه ان مفيش اي خطوره بتجيله من نادي زد. في الدقيقة 35 بيجي فاول من بره منطقة الجزاء وبيروح عليه يحيى عطية الله، اللي بيثبت لنا للمرة التانية ان هو لاعب ممتاز جدا وعنده مهارة ان هو يسدد الضربات الحرة، بس للأسف حظه سيء للمباراة التانية على التوالي بعد مباراة نادي الزمالك. بالكرة بيشوطها بطريقة حلوة قوي وبتاخد كيرف بشكل ممتاز جدا بشماله، لكن دايما بتخبط في العارضة، وان شاء الله التالتة تابتة يحيى، وان شاء الله مع اقرب فرصة تشوط كمان ضربة حرة وتجيب الهدف. يعني خلاص بقى مستنيين فرحتك يا اخي في انك تجيب جون للنادي الاهلي، بس بالامانة يحيى عطية الله بيقدم اداء حلو قوي 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 ناحية الشمال واثبت نفسه، وكمان مع مهاراته في ان هو بيشوط الضربات الحره اعتقد يحيى عطية الله صفقه كويسه جدا للنادي الاهلي وقادر فعليا يسد مكان علي معلول. في الدقيقه 44 ومع خلاص احنا خلاص هنقول ان الشوط الاول بينتهي، عمر كمال عبد الواحد بتجيله كوره بيرقص فيها لاعب زد، وبعد كده بيمرر الكوره تاني الشناوي مره واحده بيبصيها تاني لعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد تصرف معاه تصرف خاطئ وصلت للاعب نادي زد ويسدد الكوره، وكانت ممكن تيجي هدف التعادل في نهايه الشوط الاول، لكن دي كانت ممكن ما نقولش ان هي ثقه زايده، هي فعليا عمر كمال عبد الواحد اتخض من الكوره، فكره ان هو ترجع له تاني هو كان لسه بياخد نفسه، لكن الحمد لله الكوره عدت بخير وانتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0 عن طريق المتالق كمان مره طاهر محمد.
يبدأ الشوط الثاني وكالعادة الأهلي بيحاول إن هو يضغط ويحاول إن هو يجيب الهدف الثاني عشان يحسم المباراة، لكن بشكل عام الشوط الثاني كان ما فيهوش أي فرص للنادي الأهلي، كان مجرد إن هو لعب نفس ما بيقولوا استهلاكي. الأهلي كان بيستهلك الوقت بأكبر قدر ممكن، عايز خلاص إن هو متقدم بهدف، عايز أأمن الهدف ده، مش عاوز أضغط، مش عاوز أرهق لاعيبتي، لسه عندي منافسات كتير وعندي مباريات كتير. والاهلي فعليا يعني طول الشوط الثاني كان بيعمل الموضوع ده، حتى لاعيبته كلها ما كانش فيه الحماس بشكل كبير قوي ان احنا نجيب الهدف الثاني والثالث. اللعيبه كلها خلاص مرتاحه وعايزه تريح نفسها وخلاص، احنا عايزين نقفل على الهدف ده. وده حاجه للامانه انا بالنسبه لي ما كانتش كويسه جدا. فكره انك تجيب 1-0 في اول 10 دقائق ونلعب طول المباراه بتامين دفاعي، اعتقد ده يعني هو النهارده نادي زد بس ما كانش ضاغط بشكل كبير، ولاعيبه زد ما كانتش موفقه، لكن ده مع فرق تانية انك تتراجع بالشكل الدفاعي ده ممكن يسبب لنا مشاكل كتير جدا. لكن دي طريقه كولر الفتره الاخيره، هو بيحب فكره ان هو يجيب هدف ويقفل الملعب. لكن خلينا نشوف الفتره الجايه هيكون فيها ايه. في دقيقه 60 يحصل اللي تقريبا كل الاهلاويه كانوا قلقانين منه، وهو اصابه رامي ربيعه. دلوقتي احنا كنا بنلعب المباراه دي جنب رامي ربيعه خالد عبد الفتاح، لان ياسر ابراهيم اتصاب، وفي الدقيقه 60 رامي ربيعه كمان يتصاب، فكان المتوقع ان هينزل مكانه اللاعب يوسف ايمن. لكن يوسف ايمن اخر مباراه نزلها ما كانش موفق بشكل كبير جدا، وكان بيرتكب اخطاء كبيره جدا 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 خلت حتى كولر يطلعه من الشوط الاول. لكن اللي نزل مكان رامي ربيعه هو عمرو السوليه، وعمرو السوليه لعب في نص الملعب، ورجع احمد نبيل كوكا بيلعب جنب خالد عبد الفتاح. فاحنا كنا النهارده بنلعب من الدقيقه 60 قلبين الدفاع بتوعنا هم خالد عبد الفتاح واحمد نبيل كوكا. خالد عبد الفتاح اللي هو اصلا باك يمين، ونلعب باحمد نبيل كوكا اللي هو بيلعب في نص الملعب. فدي مشكله كبيره جدا 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 على النادي الاهلي، لان الاهلي تعاقد مع 2 مدافعين عشان يعوض رحيل محمد عبد المنعم ومصطفى متولي اللي كان سيء الحظ معانا وكان بيتصاب كتير، وجالنا اشرف داري ويوسف ايمن. ولكن للاسف ان الاثنين واحد مصاب والتاني مستواه سيء جدا. فالاهلي فعليا في مشكله، الاهلي عنده مشكله في خط الدفاع، محتاجين نتصرف فيها. محتاجين ان شاء الله في سوق الانتقالات اللي جاي ان الاهلي يتعاقد مع مدافع كمان او 2 كمان، ونشوف ايه مشكله اشرف داري ويوسف ايمن لو كان يكمل او كان خلاص الاعاره بتاعته تتقطع، وطالما هو لاعب مش بيفيد النادي الاهلي. ونشوف قطاع الناشئين عندنا كمان، ان فعليا الاهلي محتاج قلوب دفاع من وقت رحيل محمد عبد المنعم، والاهلي بيمر بمشاكل دفاعيه. تألق رامي ربيعه وياسر ابراهيم مش هيغطي ان احنا عندنا مشكله، وادينا شفنا اهو الاثنين اتصابوا واحنا واقعين في مشكله حاليا، وبنلعب ب2 قلوب دفاع مش قلوب دفاع. والحمد لله ان المباراه عدت بالشكل ده، لكن مع الالتزامات اللي الاهلي داخل عليها دي هتكون مشكله كبيره جدا جدا جدا. في دقيقه 73 امام عاشور بيشتكي من اصابه وبيطلع على النقاله وبينزل مكانه اكرم توفيق، وكالعاده نفس ما قلنا قبل كده ان كولر خلاص هو عايز يامن دفاع، عايز يقفل نص الملعب تماما، فنزل اكرم توفيق. وكان ممكن ينزل قفشه، وقفشه كان يعني الفترة الأخيرة موفق جدا وبينزل المباراة بيقلبها وبينزل يمرر لأصحابه وعنده تمريرات كده، هو له رؤية في الملعب. لكن كولر قرر الماتش ده إن هو يحتفظ بيه وما ينزلوش ويلعب بأكرم توفيق في نص الملعب. فده خلى إن الأهلي أداؤه يكون دفاعي أكتر، خلى الأهلي يتراجع بشكل كبير، خلانا دايما قاعدين لغاية الدقيقة 96 قاعدين على أعصابنا، خايفين إن أي كورة غلط تيجي جون التعادل، او اي لاعب يغلط فتيجي ضربه جزاء. نفس الكوره بتاعت احمد نبيل كوكا اللي كانت في اخر المباراه وكانت ممكن تتحسب ضربه جزاء. لكن يعني طريقه الدفاع دي ممله جدا. طريقه الدفاع احنا ما بنقولش ان احنا عايزين نهاجم على طول وي، بس فكره ان انت تكون على خط الاحتياطي بتاعك يعني موجود فيه بيرستاو، موجود فيه رضا سليم، موجود فيه قفشه. ماشي هو في مباريات جايه، بس فكره ان في 2 محترفين على الدكه دي امر غريب جدا الصراحه. يعني الاهلي فعليا محتاج يراجع ملف المحترفين مره تانية. محتاجين نشوف هل اللعيبه اللي احنا بندفع لها بالدولارات ندفع لها اعلى رواتب في الفرقه هل مفيدين للنادي الاهلي فعليا ولا هم بس زياده. لو رضا سليم يعني ياخد فرصه، بيرستاو خلاص يمشي في يناير ونشوف بقى هنقدر نجيب مين.
فكره اشرف داري اللي بيتصاب، هل اللاعب عنده مشكله فعليا مزمنه، ولا هي فعلا اصابه وتعامل معاها الجهاز الطبي بشكل غلط او استعجلنا عليه شويه؟ نتمنى ان بس الامور دي تتحسم. فكره كمان خط الدفاع اللي النهارده اتفاجئنا ان رامي ربيعه يا رب ان شاء الله ما يكونش غيابه طويل ويكون الاصابه بسيطه ويقدر يرجع كمان مره، لان فعليا يعني كده احنا خط الدفاع احنا كل مره هنكون خايفين مين هيلعب. حاليا احنا لعبنا اهو من دقيقه 60 لغايه نهايه المباراه بخالد عبد الفتاح واحمد نبيل كوكا. الله اعلم المباراه الجايه احنا هنلعب بمين، مين اللي هيكون جاهز. فخط الدفاع فيه مشكله فيه. فكره المحترفين محتاجين نظبطها، بس اهم حاجه خرجنا بيها من مباراه النهارده قصاد نادي زد احنا كسبنا، خدنا 3 نقط للمباراه الثانيه على التوالي. الاهلي بياخد ثقه اكبر، اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها اكتر واكتر. فمبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ان شاء الله كابتن رامي ربيعه يكون يعني اصابته مش كبيره. وفعليا النهارده يعني كل اللعيبه قدمت اداء كويس، لكن ابرز لاعب النهارده طبعا هو طاهر محمد طاهر. وسامبو علي ما كانش موفق النهارده نهائي، ما كانش توصل له كور بمعنى اصح يعني. لكن النهارده طاهر محمد طاهر بيثبت مره تانية وثالثه ورابعه ان هو فايق الموسم ده. ربنا يحميك من الاصابه وكمل يا طاهر، انت لاعب كبير، مستواك ده المفروض ان هو الطبيعي. ان شاء الله الخير جاي وبتوفيق للنادي الاهلي.